بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. إن شاء الله النهاردة هنكمل شرح كتاب لينكس بيزكس اوف هاكرز. هنشرح النهاردة الفصل ال 13. الفصل ال 13 بيتكلم إنك تصبح انونيموس ومحمي لحد ما وتخفي هويتك وكده. مفيش حاجة 100% مطلقا، وطبعا احنا عندنا الانترنت يعني ما شاء الله في التجسس يعني مفيش زيه. كل حاجة على النت بتتراقب، سواء كان جوجل هو اللي بيراقبك عشان يشوف السيرش بتاعك ويبعت لك اعلانات والفلوس والدنيا دي كلها، او ال NSA وكالة الاستخبارات او حاجة زي كده الامريكية. طبعا كل بلد بيبقى عندها الحاجات اللي بتراقب الناس بتوع البلد بتاعها، بس انا بتكلم عن الكاتب امريكي فهو اتكلم على الموضوع بالنسبة للحتة دي. فكل وكالة استخبارات في العالم بتاعتها، كل وكالة، كل مخابرات، كل حاجات، جهات من عندك، جهات انفاذ القانون بتاعت كل البلاد، بتبقى لازم انت تعرف كل حاجه انت هتعملها وبتروح فين، عشان لو انت ناوي تعمل مصيبه ولا حاجه. وده بيخليك مش بس هدف سهل لاي حد عايز يستغلك او يعرف معلوماتك، لا ده كمان بيدمر خصوصيتك. في الفصل دوت احنا في 4 طرق هنتكلم عليهم يخلوك اكثر تخفي، والموضوع نسبي بشكل يعني كبير، لان مفيش حد محمي او امان 100%. هنتكلم في الفصل بتاعنا عن 4 حاجات. ذا اونيون نتورك اللي هي شبكة تور، ده نظام بيخليك تستخدم النت من غير ما حد يعرف انت مين ولا انت فين، وفي طبعا تور براوزر يعني هو ماشي على النظام ده. عن طريق اللي هو بيعمل ايه، بياخد الاتصال بتاع جهازك يوديه لجهاز تاني، ياخده لجهاز تاني يوديه لجهاز ثالث، ياخده من جهاز ثالث يوديه لجهاز رابع، فالجهاز الرابع ده يوديه للجهة، فالجهة دي مش عارفاك، الجهة دي عارفة الجهاز التالت مثلا اللي هو ايه، راح فبتديها الحاجة في الجهاز التالت مش عارفك بيديها التاني. فمن الآخر مفيش حد بيبقى عارفك غير اللي هو ايه، انت بتديله المعلومة الأولانية، والتاني والأخير خالص اللي هو المكان اللي انت كنت عايزه، مثلا يوتيوب مثلا يعني، السيرفر هيوديه لآخر واحد، فاهم؟ فانت إلى حد ما بتكون أمان، إلى حد ما حرفيا. الكاتب في الشابتر ده كله كان بيتكلم إلى حد ما نسبيا، يعني، وكل حاجة حرفيا هيبقى لها عيوب، كل حاجة. تاني حاجة هنتكلم عن البروكسي سيرفرز، دي بتشتغل كأنها وسيط بينك وبين الموقع اللي انت داخل عليه، فبتظهر للموقع عنوان مختلف، عنوان اي بي مختلف عن بتاعك يعني، وطبعا مش بتكون امان 100%. طبعا انا بقول بس دلوقتي عناوين، ودلوقتي هنخش نشرح كل واحدة بالتفصيل. هنخش على الفي بي ان، فيرتشوال برايفت نتوركس، بتعمل زي نفق مشفر ما بينك وما بين النت، فحتى مثلا لو حد بيحاول يتجسس عليك، معلومات بتطلع من هنا توصل هناك وتكون مشفرة. فدي الفي بي ان دي الانترنت سيرفيس بروفايدر بتاعك مش بيبقى عارف انت فاتح ايه. طبعا لو انت عملت ميكس ما بين الحاجات دي انت كده راجل زي الفل اسطوري. اخر حاجه هنتكلم عليها في الفيديو هتبقى البرايفت انكريبتد ايميل. ايميلات زي ياهو وجوجل، جوجل ايه وجيميل والناس وكل الحاجات دي بيقرأوا الرسائل بتاعتك، وما شاء الله يعني تلاقي واحد بعت لك حاجة، إعلانات في كل حتة. الإيميلات بقى هم بيقرأوها، أنت متخيل بيقروا الرسائل اللي جاية لك. وطبعا دي حاجة مش هينفع أتكلم عليها، مش خصوصية أكيد أنت فاهم. فلازم تستخدم خدمة بريد قوية بتديك تشفير حتى الشركة ذات نفسها ما تعرفش. فلازم يعني نخلي بالنا، ومفيش حاجة مضمونة في 100%. ولو انت حد عندك وقت وفلوس وسلطة، يعني حد كبير اكيد كده كده هيوصلوا الحاجات اللي هم عايزين يوصلوا لها. فانت يعني لو انت حد عندك الحاجات دي، او حتى حد طبيعي يعني، لازم تحمي نفسك وتأمن نفسك. يلا بينا دلوقتي نخش على اول حاجة عندنا، ازاي النت اساسا بيشتغل، او ازاي بيودينا من مكاننا للموقع، او برضو ممكن نقول ازاي بنتراقب من غير ما نحس. اول حاجة، انت اي حاجة بتعملها على النت زي ما قلت بتتسجل، سواء من جوجل او من مواقع تانية عادي. فعايزين نشرح كده كام حاجة عشان ايه نوضح الفكرة ازاي. عنوان الاي بي بتاعك عامل زي عنوان بيتك بالظبط، لما بتدخل على موقع بياناتك بتكون متعلقة بالاي بي ده، عشان الموقع اكيد يعرف انت مين وبتعمل ايه وداخل الموقع يعمل ايه، ويعرف يرجع لك المعلومة اللي انت طالبها. الايميل بقى او حاجة كمان، الايميل بتاعك مش سر، يعني جوجل بيقرأ رسائلك كلها عشان يعرف يعرض عليك اعلانات بمزاجك، وهو يكسب فلوس من المعلنين. وحتى لو حد بعت لك ايميل على موبايلات في كده، تلاقي حتى الاعلانات كلها ظهرت لك وبتوضح لك كل اللي هو كان جاي في الايميل، يعني هو شوف اهتمامك كان ايه. طب دلوقتي بقى نتكلم على مثال عملي الموضوع ازاي بيحصل. انت لما بتطلع باكج من عندك من جهازك، عايز مثلا تروح تفتح حاجه في جوجل، يوتيوب، ايا كان، الباكج ما بتطلعش من عندك كده هناك كده مره واحده،
بتعدي على حاجات كتيره في النص، طبقات كتيره بتعدي عليها. فالبيانات دي لازم تعدي على اكتر من حاجه من المرسل، ويعني وانا مستلم وحاجات ورات كده كتير، ممكن تعدي على اكتر من 20 جهاز راوتر في النص. طب احنا ازاي نعرض الترافيك؟ هي بتعدي عندنا من كل حاجه، وكل محطه بتقف عنها محطه، مثلا هوبس محطه او قفزه، ترجمه زي ما ترجمها، بس من الاخر يعني دي الحاجه اللي هي بتقف عندها كده وبعد كده تاخدها تروح حته تانيه. ممكن نستخدم الكومند بتاعنا ده في كالي، وفي امر تاني منه ويندوز بس الكتاب ما اتكلمش عنه. وتكتب مثلا اي موقع انت عايزه، تعرف الترافيك اللي طالع عندك من جهازك لحد هناك. فهتلاقي هنا مثلا بيقول لك ايه الترافيك. اول حاجه طالع ده مثلا ده مثلا جوجل فين، وهتلاقي مثلا بيقول لك ممكن 30 قفزه، في الاخر مثلا بيقول لك 18. الموضوع ده بيختلف كده كده. يقول لك راح الاول راح هنا وصل ايه وسرعته مش عارف ايه، التاني ايه، التالت ايه، لغايه ما يوصل اخر حاجه لايه، لجوجل. هو هنا مثلا كان رقم 18، اللي هو جوجل كان 18. فالدنيا ايه، من هنا حرفيا انت بتكون يعني لو انت جيت تفكر بيها منطقيه، اللي هو انت جهازك اهو وصل لهنا، 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 وصل لجوجل. يعني حرفيا انت لو عملت مصيبه جوجل هتقول انا وصلت لهنا، طب وده كان هنا، وده كان هنا، ده كان هنا، ده كان هنا، ده كان هنا، ده كان هنا. طبعا كل ده مش متشفر على حاجه، ده بتنجان، فاهم؟ فايه الدنيا بتبقى ايه، مفتوحه كده. فاحنا عايزين نعمل حاجه نخلي الموضوع ايه، اصعب شويه لحد يتتبعنا او يراقبنا او كده. ذا اونيون راوتر سيستم تور، ازاي بدأ وازاي شغال والدنيا بتاعته. في التسعينات البحريه الامريكيه كانت بتدور على طريقه تخليها تتجسس على الانترنت بدون ما حد يكشفها. فقرروا يعملوا شبكه جديده غير الشبكه العاديه بتاعت النت بتاعتنا، وتكون الشبكه دي مشفره وما فيهاش بيانات واضحه على الاجهزه اللي بتنتقل المعلومات عليها. وفضلت الابحاث شغاله شغاله لحد ما المشروع ده بقى متاح للجميع، وبسموه تحت اسم ذا اونيون راوتر تور سنه 2002. ازاي تور شغال؟ لما تبعت اي حاجه من طول البيانات بتتنطط حرفيا ما بين مثلا 7000 راوتر واكتر اقل كده يعني، وموزعين حوالين العالم كله. وكل نقطه بتسجل البيانات بس مش بتعرف مصدرها الاصلي. يعني بتاخد النقطه اللي قبلها يعني وتروح اللي بعدها، اللي بعدها يدي اللي بعدها، اللي بعدها يدي اللي بعدها. ودلوقتي اوضح لكم، بس بحاول ايه اقول الاول بعد كده نقول بمثال مش عملي بس نوضح بالرسم يعني. التوضيح يعني بالبلد يعني، لو انت عايز مثلا تبعت رساله سريه، مش هتديها لشخص، الشخص ده يروح الشخص ده يروح يدي الشخص، الشخص ده يروح يدي الشخص، الشخص ده يروح يدي الشخص، الشخص ده يروح للحاجه. عايز بقى الرد هيوصل للشخص ده الاخير اللي هو اداهوله، الشخص ده هيدي الشخص ده، الشخص ده هيدي الشخص ده، الشخص ده هيديه. فحرفيا الرساله ازاي بقى بتبقى مختفيه في كل ده؟ ده ما يعرفش المصدر ايه، النهايه ايه. ده ما يعرفش حاجه عنك، اللي هو انت قلت له خد ده اديها لده، تمام، هو طول اللي بيعمل العمليه دي. ده هياخد هنا، ده ما يعرفش مين اللي كان اساسا هو اللي بعت رساله في البدايه، ده هيقول انا ده اداني وده هعديها لده، تمام. ده قال انا ما اعرفش اللي بعت كل ده، انا بس ده اعرفه وهاخد رساله من هنا اديها لده. ده ما يعرفش اساسا مين المصدر، ده ما يعرفش غير اللي هو هنا، وما يعرفش ده ولا يعرف ده. هي دي الفكره. فمن هنا الدنيا بتتوه. لو انت جيت تسال ده طب المصدر كان فين، تلاقيه بيقول لك ده طب انا والله العظيم ما اعرفش المصدر، تلاقيه بيقول لك ده، فاهم؟ بس الموضوع ده بيبقى على طول اصعب لان كل حاجه بتختفي كل شويه، وتعرف تعمل لها ريفرش وتبدل كل حاجه في نفس الوقت، فاهم؟ فهي دي الفكره اللي بتخلي الرساله تطلع عندك هنا ما بيعرفش هو الرساله جايه من مين او حاجه. بس برضه بتتراقب، كل حاجه بتتراقب. عايز تحمله، تفتح عادي موقع بتاع تور، ممكن تحمله على اي نظام تشغيل عندك. ايه العيب بقى بتاعه؟ بطيء جدا لان البيانات بتلف في كذا نقطه طبعا زي ما انتم شايفين الفكره. يعني تخيل انت رحت تقول لحد السلام عليكم بعد كده قلت ايه بقى، بص انا عايزك انت تقول لي محمود، يقول لي ابراهيم، يقول لي مصطفى السلام عليكم. دي هتقعد لك قد ايه، فاهم؟ يعني بقول اي حاجه يعني، بس هي الفكره يعني اللي هو اكيد يعني هتاخد وقت طويل. تاني عيب الجهات الامنيه بتكرهه وبتحاول دايما تكسره. ليه؟ لان هو طول ده عليه الدارك ويب. ايه الدارك ويب والدنيا بتاعته؟ لما تعرفوش مش مهم، كويس ما تعرفوش. المواقع شغاله على الدارك ويب بتكون بنطاق دوت اونيون، ودي حاجه بصراحه من مميزات التول اللي هو بيشغل المواقع دي، عشان المواقع بتاع الدارك ويب مش بتشتغل على المتصفحات العاديه، عشان المتصفحات العاديه ما فيهاش تامين ولا لخبطه ولا الدنيا دي كلها. فلازم تخش من تور عشان هو اللي فيه تامين. دارك ويب مش هنتكلم يعني عليه، بس هو دارك ويب 90% حاجات وحشه، في حاجات كويسه وما تجربش تخش عشان الحاجتين ثلاثه الكويسين اللي تعرف تجيبهم من النت العادي بتاعنا، فاهم؟ انت لو رحت هناك مثلا عشان توصل لحاجه كويسه هتضيع اضعاف الوقت اللي كنت محتاج توصل لها في الطريق لو انت كنت دورت في الكتب او دورت في المواقع او حاجه زي كده.
تالت عيب، البيانات بتاعه الراوتر دي ممكن تعدي على الاستخبارات الامريكيه، لان هم بعد ما عملوه الدنيا طبق طلعت وبقت ايه، في سير او دارك ويب والشغل ده كله، وجهوا عملوا بقى سيرفرات وراوترز وحاجات كتير بتخلي اللي هم ممكن انت من الناس اللي انت تبعت لها دي يكون واحد منهم. طبعا ده سهل عليهم العمليه اللي هم يقفشوك، فاهم؟ فمفيش حاجه امان، مفيش حاجه امان خالص، ولا حتى حد يقول تو انا امان وزي الفل. لا يا حبيبي، انت مش امان، انت مش اللي هو الامان ماشي، امان بنسبه صغيره. في الخلاصه يعني، تور وسيله قويه عشان تبقى متخفي على النت، بس مش مضمونه 100% ضد الحكومات. بس لو انت عايز تخفي نفسك من الشركات زي جوجل فيسبوك حاجات زي كده، ده اكيد هتبقى حاجه كويسه عشان انت بجد هتخفي نفسك منهم. لكن ضد الحكومات مفيش حاجه بتختفي، فده هيكون خيار كويس لو قدام الشركات بس. هنتكلم دلوقتي عن البروكسي. دلوقتي لو انت مثلا مش عايز تستخدم تور بطيء مثلا، بروكسي اسرع اكيد. لو انت مش عايز تستخدم تور، ايه بقى البروكسي؟ ممكن تستخدم البروكسي. ايه بقى البروكسي ده؟ البروكسي ده باختصار يعني كأنه واحد بيقف قدامك ويكلم وياخد منك المعلومة ويتكلم هو نيابة عنك. حاجة كده مثلا ممكن تبقى زي محامي. لا بس ما علينا مش مهم نتطرق المواضيع دي. يعني انت بتبعت له الطلب وهو بياخد الطلب، يروح للموقع وياخد يدي طلب للموقع، الموقع يرد عليه، يقوم هو جاي مديهولك، فاهم؟ ببساطة كده. والنتيجة اللي الموقع اللي انت زرته ده مش هيشوفك ولا هيعرفك، هو بس هيشوف عنوان البروكسي. ممكن بقى انت هنا تبقى لقطت فكرة. ايوه، هو البروكسي ده عارف انت مين وعارف الموقع. لو في جهة اي حاجة، انت مثلا عملت مصيبة او حاجة في الحتة دي وراحوا للشركة بتاعتك، يقول هو ده الشخص اللي عمل، فاهم؟ يعني الدنيا مش مضمونة، فدي المشكلة بتاعت البروكسي، هو بيراقبك، هو عارفك. وممكن يكون بيبيع بياناتك لحد تاني. ولو اي حد من المباحث او اي حاجة من القانون ضغطوا عليه، اكيد هيجيب هيسلم معلوماتك كلها. ف مفيش حاجة امان. يعني كل شوية أقول مفيش حاجة امان. وبرضه في حاجة الكتاب قالها وانا دايما برضه بحب اقولها، مقولة كده قالها: لو في حاجة مجانية، لو انت بقى جاي ناوي تستخدم يعني بروكسي مجاني او في بي ان مجاني، احنا هنتكلم عليه قدام. لو في حاجة مجانية فاعرف انك المنتج مش العميل. جملة صح بقوة شديدة. هنتكلم بس هنا عن البروكسي كونفيجريشن. انا اوريكم بس الفايل بتاع البروكسي كونفيجريشن عشان احنا هنتعلم ازاي دلوقتي نغير فيه حبة حاجات. هو ده المكان بتاعه، فاحنا ممكن نروح هنا. ده الفايل كله حرفيا، هو كله مقفول بس في حاجات طبعا احنا ممكن نغيرها. حاجة زي هنا، انت هنا جينا نحط علامة الكومنت نمبر ساين دي او حاجة، هو مش هيشوفها تمام زي ما احنا متعودين. وهو انا كنت جاي اشغله بدلوقتي الكود اللي عايز اقول لكم ازاي هنشغله كده، ما اشتغلش معايا، فبحثت ممكن هتشيل دي وان شاء الله ممكن هيشتغل معاك، فاهم؟ هي دي الفكره بتاعته. في برضه حاجات هنتكلم عليها، انا بس عايز اوريكم شكله كله. بس انا الحاجات دي مصورها عادي خلاص. فهي دي الكونفيجريشن بتاعته كده. هو ده الفايل اللي احنا هنعدل فيه عشان الحاجات دلوقتي اللي انا دلوقتي هشرحها. حبه اوبشنز كده وحاجات هنستخدمها. لو في البداية، لو انت عايز تستخدم البروكسي تشين من على لينكس، في كوماند اسمه بروكسي تشينز. انا مش عارف هو ليه ما حطيتوش هنا. اسمه بروكسي تشينز، المكان هنا اهو. بتحطه، وبعد كده بتحط هنا الكوماند اللي انت عايز تستخدمه. كتاب ما اتكلمش على الحته دي، بس هو في الاغلب انت الحاجات اللي انت ممكن تحطها هنا اهو تبقى حاجه عامله زي ان ماب، حاجه عامله لفحص الشبكات، حاجه عامله زي كده، عشان لما هو يروح يفحص حاجه زي كده ولو مثلا محقق جنائي جاي يبص هيلاقي النتيجه في الاخر هتروح للبروكسي، احسن ما اكيد انت تفحص بنفسك. والصوره هنا اللي هو بياخد على طول من جهازك يروح للانترنت سيرفيس بروفايدر، يروح للبروكسي، البروكسي هو اللي بيسال الموقع. انت كده كل حاجه بتاعت الانترنت سيرفيس بروفايدر، بس الفي بي ان وتور برضو بيحموك شويه من الحته دي. فايه، هو كانه ايه وجه كده. يعني انت تروح له هنا مش يعني الويب مش هيعرف السيرفر بتاعك ايه، مش هيعرف قصدي الاي بي بتاعك ايه، هيعرف الاي بي بتاع البروكسي والبروكسي هيرجع لك انت. فبتستخدم الكوماند ده وتفتح الحاجه انت عايزها هنا، ولو ارجيومنت يعني لو يعني كوماند كامل يعني حرفيا كانك شطبت كده بالظبط على البروكسي تشين وبتستخدم حياتك عاديه، حطيتها بقى بتخلي الحاجه اللي هي لو الكوماند يعني ليه علاقه بالانترنت وكده طبعا هيفيدك جدا للامان يعني اللي احنا بنحكي ده كله. مثلا بتعمل انماء مثلا سكان على شبكه، لو عملت البتاع ده او سكان على موقع، لو عملت بروكسي تشين الموضوع اكتر امان اكيد يعني.
فهنا ممكن نزود حبة حاجات. تمام. طب لو احنا عايزين نزود عدد البروكسي، يعني ايه نزود عدد البروكسي؟ يعني مثلا احنا هنا بنطلع من عندنا الباكج، بتروح للبروكسي، بروكسي يوديها هنا، ياخد هو يرجع. تمام، هو كده هو ده عارفك هنا وعارف هنا. طب لو احنا عايزين نخلي في بروكسي كمان، نخلي مثلا البروكسي ده يبعت للبروكسي ده، يبعت للبروكسي ده، يبعت للبروكسي ده، يبعت للويب سيرفر، فالموضوع هيبقى ايه اكثر امان اكيد. بنعملها ازاي؟ بنخش على على الملف بتاعت الكونفيجريشن. اول ما نوصل لحاجه بالمنظر ده، هو في الديفولت بتاعك بيبقى واصل هنا البورت بتاع تور، بيوصل لشبكه تور، فبرضه بيبقى امان يعني لو انت جيت تفتح بروكسي من غير ما تلعب في اي حاجه من هنا. بس بقى عشان نعمل الحركه اللي انا قلت عليها، نخلي بروكسي اكتر واكتر اكتر، ممكن نخش على الموقع ده. في عدد كتير جدا من البروكسي وكده، او الموقع فيه عدد كبير، ممكن تخش على اي واحد من دول. ده بيكون الطيب، وده البورت، وده الاي بي بتاعه. وبتقوم ضايفه هنا، ضايفهم هنا بالترتيب، لو انت عايزه بالترتيب يعني. لو واحد اتنين ورا بعض كده. تحط الاول حاجه الطيب، بعد كده تحط الاي بي، بعد كده البورت. فهو ايه، هياخد منك الطلب يروح لهنا، بعد ما ده ياخد الطلب يروح لهنا، بعد ما ياخد ده يروح لهنا، بعد كده يروح للاي بي على طول. طب في عندنا دايناميك تشيننج، يعني ايه؟ انت عندك لو في مشكله هنا في البورت ده، في الاي بي ده والبورت ده، او اي شيء، او حاجه من هنا، اي حاجه من هنا البروكسي ده، ايه اللي هيحصل؟ هياخد من هنا وقف العمليه كلها هتبوظ. فلو احنا عايزين بقى، لو في مثلا بورت عندنا واقف خلاص، فكك وعدي على بعضه، بنروح على طول على الدايناميك تشين هنا، ونشيل علامه الكومنت دي. فلما نشيلها هي بتتفعل، طبعا انتوا فاهمين فكره الكومنت والتفعيل، اتكلمنا عليها في الباش. فلما بتشيلها هي ده بيتفعل على طول. تمام. فدي بتخلي الدنيا ايه فليكسبل كده، والدنيا شغاله، واحد باظ عادي هيعدي على اللي بعده. طب تخيل لو انت بقى عايز تحط مثلا هنا 10 مثلا هنا بروكسي، وعايزهم بقى عشوائي عشان الدنيا تبقى امان اكتر، بدل ما يبقى معروف البروكسي ده بيروح البروكسي ده. لو حد عمل يجي تتبعه جنائي، واحد اتنين ماشي، ممكن يجيبك في الاخر. كده 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 يعني، لو في حد عايز يجيبك هيجيبك. فايه، بس احنا يعني بايه بنزود امان عشان نخلي العمليه دي اقل، اصعب، تاخد وقت اكتر، معقده اكتر. فلو احنا بقى عايزين ايه نخلي الموضوع عشوائي اكتر، اللي هو بدل كل مره احمد بيقول لمحمود، محمود بيقول لابراهيم، تخليها احمد قال لابراهيم، ابراهيم قال لمحمود. فاهم اللي هو ايه، تلفن الدنيا في نفسها، اللي هو بدل ما يطلع من هنا على هنا، هنا على هنا، ممكن يروح لهنا الاول، بعد كده يودي هنا، بعد كده يودي هنا، بعد كده يودي يوصل، بعد كده يودي. فالدنيا دي بتبقى اكثر في الامان. هنروح عند الراندوم تشين، ونشيل عليها علامه الساين نمبر، او نمبر ساين، او الشباك ايا يكن. بس اهم حاجه لما تشيلها من عليها، لازم برضو تكون حاطط العلامه على الدايناميك تشين. تمام، عشان هو مش هيعرف يعمل الاثنين في نفس الوقت. وفي برضو ستاتيك تشين او حاجه زي كده، هكتبها لكم هنا هكتبها لكم هنا، لازم يبقى عليها العلامه برضو في جميع الحالات. او اعتقد لو انت هتعمل العلامه هنا والعلامه هنا، ممكن تبقى هي مفتوحه هناك، اتاكد ان انا مكتوبها لكم. ولازم بقى لما انت تعمل حته الراندوم تشين، ممكن تحط هنا الرقم يعني ايه. مثلا لو احنا مثلا عندنا 10 بروكسي، وعايزين مثلا ايه نستخدم 5 بس، اللي هو انا عايزك 5 عشوائيين، اختار اي 5 عشوائيين منهم، اعمل 1 2 3 كده ماشي. طب ايه، تقوم هنا عامل 5. طب لو انت عايز 3 بس، تقوم عامل 3. طب لو انت عايز ال 10، اعمل 10. ده العدد اللي هو ايه. طب مثلا لو انا كتبت هنا 2 هنا بالظبط، هيختار 2 من دول مثلا، اقول ابعت لده، بعد كده ابعت لده بالمنظر ده. الفي بي ان، فيرتشوال برايفت نتورك. وفي الاغلب اغلب الناس حتى بره المجال يعني عارفين الفي بي ان او بيستخدموه. ايه بقى الفي بي ان ده؟ دي خدمه بتوصل النت عبر السيرفر وسيط، بحيث كل المواقع اللي بتدخل عليها تفكر انك جاي لها من موقع عنوان اي بي غير بتاعك. طب فايدة بقى كل ده ايه؟ طبعا التخفي اول حاجه، بدل ما عنوان الاي بي بتاعك الحقيقي هو اللي يطلع وحد يراقبه زي المقدم الانترنت سيرفيس بروفايدر بتاعك، او الحكومه، ويعرف انت متصل بايه والعنوان بتاعك وكل ده. طبعا لازم ايه يخفي الخصوصيه يعني. تاني حاجه تشفير البيانات، يعني حتى لو حد حاول يراقب اتصالك هيشوف شويه حروف وارقام مالهاش اي معنى، عشان الفيرتشوال برايفت نتورك بيخلي تشفير بياناتي، ودي حاجه كويسه جدا. وكسر الحاجب او التخلص من القيود الجغرافيه، لو في موقع مش شغال عندك مثلا في بلدك، هتشغل اي بي على مثلا في بلد مثلا تانية، امريكا او ايا كان، الموقع ده شغال هناك، فايه هيفتح عادي عندك. فايه دي برضه ميزه ليه. طب هو يعني الفي بي ان، بما ان احنا اتكلمنا على كده،
بيخليك مجهول تماما؟ لا، مفيش حاجه بتخليك مجهول 100%، لان الشركه اللي مشغله الفي بي ان ذات نفسها حرفيا انت هتلاقي الوسيط ده في النص ده هو اللي ممكن يبيعك في لحظه حرفيا. فمن الافضل انك ما تستعملش اي حاجه مجاني نهائيا، لان دول حرفيا ما عندهمش بربع جنيه ولاء ليك، عندهم ولاء ليك، عندهم ولاء ليك ليه يعني؟ انت ما بتدهمش فلوس، وهم هياخدوا بقى فلوس ايه من بتوع الاعلانات؟ تبيع لهم خدمات، يبيعوا كل حاجه عنك ايه عشان يقدموا لك اعلانات بالمنظر ده. بس بقى لو الناس معاها فلوس وقايل لك والله احنا مش هنوري حد حاجتك، واحنا احنا ناس كويسه وكده، لو الحكومه برضو راحت لهم هيودوها غصب عنهم لو مسجله. فالحل انك تروح لحد بروكسي او في بي ان كل ده بيقول لك والله العظيم انا مش هسجل، والله العظيم مش عارف هتتعامل ازاي يعني. بس انت المفروض بقى يعني خلي بالك يعني، عشان مفيش حاجه اللي في النص دايما بيعرف يبعك في لحظه. نرجع للاي بي يعني، للفي بي ان، لان الشركه اللي مشغله الفي بي ان دي اكيد بيبقى عندها نوع اي بي بتاعك يعني الحقيقي، ولو الحكومه ضغط عليها هيجيبوا كل حاجه. الحل انك تختار في بي ان بيقول انه مش بيسجل، يحلف لك بقى، شوف بقى هيعمل ايه، نو لوجز بوليسي. بس خد بالك لازم تثق فيه انه مش كذاب اكيد. وكتاب قال لك كده كام في بي ان يعني كويس، تور جارد ونورد في بي ان واكسبريس في بي ان كده يعني. آه، دلوقتي انا زودت صفحه تقريبا. انا عايز اتكلم من الاول قبل ما اخش على الانكريبتد ايميل، عايز اتكلم عن الفرق ما بينهم. الكتاب ما اتكلمش عليها بس انا قلت اضيفها من عندي، حته كده جدعانه من عندي. بصراحه هو السؤال ده اللي جه في بالي يعني بعد ما اتعلمت، طب انا اللي احسن، طب استخدم دي ايه؟ فسالت كده شات جي بي تي ورد عليا الرد ده. لو هنتكلم على اخفاء الاي بي كلهم بيعملوه، عشان كلهم طبعا ايه يعني، ده بياخد منك يروح لحد تاني، ده بياخد منك كانك بيوديك انت كانك في حته تانيه، ده بيودي ده فاهم، كلهم بيتكلموا عن اخفاء الاي بي. طب تشفير البيانات الفي بي ان طبعا بيعمل، وتول بيعمل، البروكسي صباح الفل بياخد منك كل الدين. الامان في البروكسي الامان ضعيف، السيرفر الوسيط يقدر يشوف بياناتك كلها. في الفي بي ان قوي نسبيا لانه بيعتمد على الشركه اللي انت بتتعامل معاها في الفي بي ان وكده، وبرده بيشفر اوقات البيانات ما بينك وبين الانترنت سيرفيس بروفايدر بتاعك، برده ممكن تبحث الموضوع ده اكتر عشان يبقى افضل. وتول الامان قوي لكنه بطيء. السرعه البروكسي سريع، الفي بي ان متوسط، التور سلحفه، حرفيا سلحفه التخفي من الحكومة وكده، البروكسي ضعيف، الفي بي ان متوسط شوية لو الشركة سلمتك بتاعة الفي بي ان، تور الأحسن في كده لأن طبعا هو كده كده اوريدي مجانا، ف وبتتبعت الباكج على كذا حاجة، فمفيش حد هيسلمك في النص. بس ايه، الأقوى ضد التتبع ما بينهم، لكن هو مش أقوى ضد التتبع ولا اللي هو مفيش حاجة حد يعرف يجيبك. تمام. المناسب يعني ليك حسب يعني رأيي هنا، التخفي التام من الديب ويب وغيره. ما تسمعش كلمة، بص أنا مش عايز أسمع حد بيقول كلمة الديب ويب تاني، أقسم بالله عشان زهقت والله العظيم، زهقت من كلمة الناس اللي بتقعد تقول يا عم هي كلها على بعضها. زهقت من كتر الناس قاعدة تقول الديب ويب والدارك ويب اللي يخش، زهقت من الحوارات دي والله يا شباب. الفي بي ان حماية التصفح والتشفير وكده، وايه بروكسي عشان تفتح المواقع المحجومة بسرعة يعني وكده. يلا يعني شوف انت استخدامك ايه وجرب وشوف اللي هيبقى احسن كده يعني، في البراكتس هتجرب يعني كله. الانكريبتد ايميل، الايميل اللي مش بيشوف حاجتك واللي بيحميك واللي بيبقى زي الفل واللي بيحطك في امان. ليه يعني الايميل احنا لازم نستخدم ايميل يكون مشفر وكده، عشان طبعا زي ما قلنا في الاول جيميل والشركات الكبيره بتاعتنا دي اللي هي بتدينا حاجات مجاني يعني، لازم طبعا تاخد معلوماتك وتقرا رسائلك وتعرف كل حاجه عنك وتعرف قرايبك وتعرف كل حاجه. ليه؟ عشان ايه؟ عايزين فلوس يا صاحبي. طب احنا عايزين فلوس هنعمل لك ايه؟ يعني عايزين نعرف حاجتك عشان ناخد من المعلنين فلوس عشان يديكوا كده. فايه، من الاخر استعمل بريد مشفر زي بروتون ميل. ده حاولت اخش عنده عن ده شباب تقول يعني لو انتم شايفين، ده حاولت اخش عندي في المتصفح بتاعي العادي، بس ما لقيتوش نافع. مش عارف دي مشكله عندنا ولا مشكله اساسا في سيرفر مصر ما بيشغلش المتصفح ده، سواء هو مكتوب سويسرا فمش عارف هو شغال عندنا ولا لا. فانا عن نفسي بعد ما شفت الحته دي بحثت ولقيت الحاجات دي برضه كويسه. اول واحد دوت توتا، رب قلته صح يعني اكون قلته صح، لقيت ناس كتير قوي بتشكر فيه، واكثر واحد امانا هو البروتون ايميل وتوتا. انت بقى ممكن تعمل حركه جامده جدا،
تفتح تور عشان تخش على متصفح بروتون ميل. ساعتها ولا تقول لي عجبوك ولا تقول لي، طبعا مفيش حاجه عملت 100%، بس في حته الايميلات دي يعني ساعتها انت يا صاحبي متامن وزي الفل و100 فل و10. فاهم؟ دي يعني حاجات تانية عشان لو هو ما فتحش عندك زي ما فتحش عندي يعني. توتا ده كويس جدا كويس جدا، وتقريبا مش محتاج رقم وانت داخل، فالحاجات دي بتبقى رايقه. فايه الفرق يعني ما بين الايميل العادي والايميل المتشفر؟ الشركه عندها الحق تخش على رسائلك في الايميل العادي، وبياناتك كلها بتبقى رايحه للمعلنين، والحكومه ممكن تطلب بياناتك، ويعني الدنيا زي الفل. لكن الايميل المتشفر محدش بيعرف يقراه، حتى صاحب الشركه ذات نفسها، والشركه ذات نفسها مش بتحتفظ بالبيانات، بتمسحها يعني وكده، او تقريبا عشان ما تعرفش تدورها فمش بتمسحها يعني. تفهمين الكونسبت؟ وطبعا مفيش اعلانات، طبعا جوجل اعلانات صباح الفل. بس هنا يعني الكتاب يعني قال الحته دي خلي بالك وانت بتستعمل بروتون ميل. لو انت بعت الايميل بتاعك لحد في جيميل مش في نفس السيرفيس بروتون ميل، ممكن ما تبقاش متشفره. اكيد راحت هناك مش هتتشفر يعني يا عم. خلاص خلاص عرفنا ان هم وحشين يا عم، كفايه خلاص. وكده نكون خلصنا الشابتر بتاعنا. الشابتر ده كان فيه ناس مستنياه، اتمنى ما يكونوش اتضايقوا او فقدوا الامل، لان الحاجات اللي فيه لحد ما يعني بسيطه، بس اكيد الشابتر ده هيكون مهم جدا لسه حد يعني بيبدا ولسه مش عارف الدنيا. ملخص الفصل ايه؟ احنا اتكلمنا عن العالم كله متراقب، سواء كانت الشركات التجاريه، وكالات الاستخبارات، او اي حاجه بتعملها عن انت بتسجل، وبياناتك دي بتتجمع عشان تستخدم في الاعلانات واغراض تانية. علشان كده لو عايز تحافظ على خصوصيتك وامانك على الويب، لازم تستخدم بعض التقنيات. تقنيات زي اللي اتكلمنا عنها النهارده. طبعا في حاجات اكتر بكتير، وكل تقنيه لوحدها من دول هتحسن مستوى الامان عندك. لكن لو استعملت كل التقنيات مع بعض، انت حرفيا هتبقى زي الفل. هتقلل بصمتك الرقميه على النت. كل حاجه بتعملها، تخيل كده اللي انت دوست على حاجه في بصمه انت اتكيت هنا، تصفحت هنا في بصمه انت اتكيت هنا. لو انت تخيلت المنظر ده، لو احنا عملنا الحاجات دي هتقلل البصمات دي شويه. فاهم؟ يعني هتخلي امانك ايه اكتر شويه. تدريبات عمليه. طبعا احنا ما خدناش كومنتس النهارده يعني تستاهل او حاجه كبيره يعني. فايه تدريبات برضه هيبقى فيها ان انت تعمل حاجه مش تكتب بس كومنت. اول حاجه هتشغل الامر تراك راوت على الموقع المفضل بتاعك وتشوفه، وتشوف كم هوب او هوبس او كم محطه واقف فيها ما بينك وما بين الموقع بتاعك. افتكرت الامر بتاع ويندوز اللي هو على ويندوز، تراكرت تراكرت وبتعمل الموقع. تاني عندنا اكسرسايز، هتنزل متصفح تور وتجرب تستخدمه كده وتشوف الدنيا وتشوف السرعه بتاعته، السرعه الجباره. تالت حاجه هتجرب بروكسي تشينز من مع المتصفح بتاعك وتشوف اعدادات كده الكونفيجريشنز وكده. ما قالش هنا تشوف الاعدادات، بس انا بقول لك شوفها يعني عشان تعرف ازاي هتغير وكده. عشان اكيد لو انت عايز تجرب هتروح تجيب بروكسي من مثلا الموقع اللي الكتاب ذكره اللي هو هايد ماي نيم. اكتب هايد ماي نيم بروكسي وهتجي لك مجاني، وما تثقش في حاجه مجاني. حاول تجيب حاجه بفلوس يا صديقي. وجرب تفتح فايرفوكس بيه. لا تكتب بروكسي تشينز فايرفوكس، وبعد كده تعمل youtube.com وهنخش عليه بالبروكسي والدنيا بتاعتنا احنا شرحناها دي. 4 استخدم خدمة ال VPN التجاري. جرب تحمل أي حاجة بتديك فترة مجانية. أنت أكيد يعني جربت ال VPN قبل كده، أو جرب حاجة مجانية أساسا. جرب يعني الموقع بيقول لك جرب يا عم عشان تخسر حاجة، أو كتاب قصدي. افتح حساب مجاني على بروتون ميل. طبعا زي ما قلت لكم ممكن ما ينفعش معاكم، ممكن تجربوا توتا ميل دوت، او ممكن تفتحوه بقى هو من تور. بص عملت 2 في 1 يا صاحبي، عملت 2 في 1. تيك تيك يلا عشان تعمل صحة كبيرة كده على التاسك كلها. بيقول لك ابعت لي تحية حلوة، رسالة مشفرة للبريد اللي هو بتاع اللي عمل الكتاب او الشركة المنتجة مش عارف. كده نكون وصلنا لنهاية الفصل بتاعنا. كان فصل مش وحش، المعلومات اللي فيه إلى حد ما بالنسبة لحد مستخدم شوية وعارف الدنيا ممكن تبقى مش جديدة. وانا زودت طبعا عن الكتاب، كل مرة بزود يعني والله يعني. انا كنت المفروض اكتب انا الكتاب ده مش اكيد اعرف اعمله بالترتيب دي يعني والنظافة دي. ف كده الفصل انتهى. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك والدنيا، وتبعتوا الفيديوهات وتشاركوا كده، عشان القناة في الواقع الفترة اللي فاتت، في الواقع بجد. بدأت تطلع مش فارقة يعني، وكل حاجة يعني معمولة لوجه الله. أهم حاجة تكون أنت بس بتستفيد.
ويا ريت لو عندك اي كومنت او اي حاجه اكتبها تحت في التعليقات، او كلمني على التليجرام او على الفيس، اي حاجه. ما تعمليش بس ديسلايك وتمشي، فاهم؟ عشان في واحد اتنين عاملين ديسلايك كده عاجبكم على فكره، عشان انتوا مش امان. وده لينكد ان بتاعي، بنزل عليه حاجات كويسه، النوتس بتاعت كورسات باخدها، حاجه زي كده. تليجرام، فيسبوك، تابعنا على صفحه الفيسبوك. على التليجرام عايز تسالني، عايز تخش عندنا جروب على التليجرام، عايز تسال اي سؤال في الجروب، عايز تبعت تنشر علم، عندنا حته برضو فيه. لو انت عندك مثلا كورس كويس ممكن تنشره في نشر العلم ده، يعني فاهم؟ وبالله عليكم يا شباب محدش يروح ويقول لي انشر كورس مسرب، عشان الحته دي مش بحبها خالص. الناس دي تعبانين في فلوسهم ومش مسامحين في اللي بيسرقوا يعني وبيسرقوها. وأتمنى تكونوا استفدت. ما تنسوناش من صلاح دعائكم وصلاة القيام وقراءة القرآن يا شباب. احنا في رمضان، حتى لو مش في رمضان وبتسمع دلوقتي الفيديو ده، مهمين يعني. أكيد يعني مش هكلمك عليهم يعني، أو هكلمك، ما علينا، بفكر يعني أعمل حاجة زي كده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.